اهلا بيكم في حلقه على اليوتيوب، وبنصور النهارده من جيم فلاش، الجيم اللي مصورين فيه معظم الحلقات بتاعتنا هو والاستوديو. وهنبدا مع بعض مجموعه فيديوهات مهمه جدا، وهي سلسله فيديوهات اول اسبوع في الجيم او في التمرين، علشان في ناس كتير بتبقى عاوزه تبدا او تنزل وتتمرن بس مش عارفين يبداوا ازاي، او خايفين يبداوا غلط يقوموا ما ينزلوش، او بينزلوا بس بيتمرنوا بشكل مش صح، بالتالي بيحسوا بعد التمرين بالذات لما يناموا ويصحوا بألم رهيب جدا ويبقى جسمهم كله مكسر، فممكن يقفلوا من الجيم خالص ويكرهوا اليوم اللي نزلوا فيه وما يكملوش. عشان كده حابين نبدا مع بعض مجموعه الفيديوهات دي، هنعرف مع بعض ايه اللي المفروض يتعمل اول اسبوع ليك واول كام يوم تمرين ليك علشان تتجنب اي اصابه. ولو انت حتى كنت بتنزل جيم قبل كده فالفيديو ده ليك برضه، عشان لو جيت في اي فتره وقفت فيها وحابب ترجع بعد كده تعرف ازاي برضه ترجع صح. ولو انت جديد معانا هنا في القناه واول مره تسمعنا، فانت هنا هتلاقي كل حاجه انت تحتاجها عن الجيم والتمرين والتغذيه والدايت واكتر من كده بكتير في الفتره الجايه بالذات. فانزل اعمل سبسكرايب دلوقتي وفعل جرس التنبيه عشان يجيلك الحلقه اول ما تنزل. ويلا بينا نبدا على طول. احذر تماما وتجنب الموضوع ده نهائيا، عشان ناس كتير بنشوفها بتعمله، وهو انك تكون لسه داخل الجيم جديد وتلعب على كل الاشكال اللي موجوده وتحط اوزان تقيله وتعمل بيها عدات كتير بشكل عشوائي بشكل مش منظم. نسبه الاصابه في الموضوع ده بتبقى عاليه جدا بالذات في اول فتره. ده غير ان انت لما تنام وتصحى هتحس بألم رهيب وجسمك كله مكسر، وممكن تكره اليوم اللي نزلت فيه التمرين. واغلب الناس بعد الموضوع ده بعد الشهر يا بيتصابوا يا اما بيوقفوا تمرين، عشان طبيعي بالعقل مش هينفع يكون الجسم مش متعود على كميه الضغط والحمل ده ومريح بقالي فتره كبيره، او اول مره اخش الجيم واجي احط عليه الضغط ده كله والاوزان دي كلها وشده التمرين العاليه دي. عشان كده ركز معايا في سلسله الفيديوهات اللي هنعملها دي، وهنتعلم فيها ازاي نبدا صح بالذات في اول فتره. وممكن تجيب ورقه وقلم او كشكول او نوتة صغيره سجل فيها الحاجات اللي هنقولها النهارده. وهنقسم مع بعض سلسله الفيديوهات دي ل3 حلقات، كل حلقه هيبقى تمرين كامل بالتفصيل هنعمله مع بعض واقول لك عليه. وفي ال3 ايام دول هنلعب اول يوم هيبقى الفرونت سايد، هلعب البنش وكتف امامي وجانبي والبايسبس. واليوم الثاني والفيديو الثاني هاخد الباك سايد، هلعب الظهر والكتف الخلفي والتراي. وتالت يوم هلعب الرجل والبطن. والبطن مفيش مشكله عملتها في اي يوم من الثلاثه. وبعد ال3 ايام دول وال3 فيديوهات دول انت هتبقى جاهز لاي نظام تمرين هتبدا عليه على حسب اللي هيبقى مناسب ليك وقتها، وهتبقى جاهز وتحط اوزان براحتك وتتمرن براحتك ونجيب اخرك ونكون جهزنا الجسم للتمرين. وهنبدا اول شكل معانا النهارده في اليوم الاول هو الفلات بنش بريس ماشين، جهاز الدفع للبنش فلات. وطبعا قبل ما ابدا لازم اسخن كويس جدا، وعملنا فيديو كامل عن التسخين ازاي تبدا تمرينك صح وتنهي تمرينك صح، هحط لك اللينك بتاعه هنا وفي الديسكريبشن تحت، ممكن تسمعه وتيجي تكمل معانا الفيديو ده. هنبدا اول حاجه طبعا هظبط الكرسي بحيث اخلي المقبضين دول في نفس مستوى صدري وافرد كتفي ورا، وابدا هعمل الشكل ده 4 مجموعات من 10 ل 12 عده. حاول تاخد طبعا مدى حركي كامل تطلع. وده كان الاداء الصح للشكل ده. اوريك بقى اشهر الغلطات اللي بتحصل عشان نتجنبها. اول حاجه ان كتفي يبقى تحت، ما يبقاش مفروض كده، يبقى تحت واعمل كده. انت كده بتدخل كتفك في جزء كبير من الحركه وبتحط كتفك تحت ضغط، وممكن ما تحسش بالبنش اصلا. خلي كتفك يبقى ورا وحاول تقفل عضلتين السكابولا او لوح الكتف في ظهرك ورا تبدا. تاني غلطه انك تعمل بسرعه كده وما تنزلش الاخر، بس بتاخد نص المدى الحركي بتاعك، تعمل كده بس. لا، حاول تاخد مدى حركي كامل، كتفك مفرود تبدا. تاني شكل معانا في التمرين النهارده هو الانكلاين بنش بريس ماشين. هلعب جهاز الدفع العالي شبه الجهاز اللي فات، بس الجهاز اللي فات كان فلات، ده انكلاين لفوق بيلعب على البنش العالي. بس خلي بالك برضه اقولك على غلطات، عشان في ناس كتير بتلعب الجهاز ده وتحس بالكتف اكتر من البنش. الفكره كلها في ايه؟ زي ما قلنا حاول تقفل السكابولا ورا وتخلي كتفك مفرود ورا كده. طبعا بتظبط الكرسي بحيث تخلي المقبضين في نفس مستوى البنش عندك، البنش السفلي بالذات، وانت طالع ما تطلعش بكتفك كده، كتفك يبقى ثابت، صدرك بس هو اللي بيطلع. بص طبعا هلعب بايدي الاثنين بس انا بوريك. كتفي ثابت حاسس بالبنش اللي قلوه هنا اهو، بص بالاثنين. انت كده هتحس بالصدر العلوي عندك اكتر بكتير من الكتف، لكن كده كيف تلعب كتف يعتبر. وهعمل التمرين ده 3 مجموعات من 10 ل 12 عده. ولو مش موجود عندك الشكل ده ممكن اعمله بالدمبل العادي على الدكه. الشكل الثالث معانا هيبقى الباتر فلاي او الفراشه. دايما قبل ما تقعد على اي جهاز تاكد ان الجهاز مظبوط والكرسي مظبوط. تبدا
هعمل الشكل ده 4 مجموعات من 12 ل 15 عد. برضه مهم انك تاخد المدى الحركي بتاعك كامل، لكن اللي انا بعمل نص عدة كده ده مش هستفاد منه. الشكل اللي بعد كده هيبقى رفرفة جانبي بالدمبل، هنخش على الكتف. برضو الشكل ده من الاشكال اللي في ناس كتير بتغلط فيها وبتعملها بشكل مش مظبوط قوي، فاحسن طريقة انك وانت طالع كده تطلع بكوعك الاول، تطلعش بالريست فوق. يعني بص في ناس بتعمل كده، تطلع كأنها تفتح لبره كده، يبقى الكوع ويبقى تحت الريست كده، مش ده الصح. الصح بتطلع مش كده، كوعك هو اللي كده. وهعمل الشكل ده 4 مجموعات في 10 عدات. وبعد ما اخلص الرفرفه الجانبي هعمل رفرفه امامي بس بالطاره. حاول وانت طالع ما تعديش مستوى كتفك كده، لا اخرك فوق عند كتفك، وانزل بالراحه واطلع بالراحه. ومستوى كوعك ولا يبقى متني ولا يبقى مفروض خالص كده، بتتنيه حاجه بسيطه. والشكل ده هنعمله 3 مجموعات في 10 او 12 عد. وبعد كده اخر شكل معانا النهارده هلعب بايسبس بالبار. بتمسك في نفس مستوى كتفك، ما تمسكش واسع قوي ولا ضيق قوي، في نفس مستوى الكتف عادي. تفرد كتفك وتطلع. والشكل ده هنعمله 4 مجموعات 12 عد. وده كان اخر شكل معانا النهارده. كده خلصنا التمرينه كلها. وممكن في الاخر تنهي تلعب شويه كارديو، وبرده ما اجيبش اخري في الكارديو من اول مره. ممكن تعمل 10 دقايق او ربع ساعه سرعه متوسطه، هيبقى مناسب جدا. كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده واول فيديو من سلسله فيديوهات اول اسبوع في الجيم. ولو عندك اي سؤال في اي تمرين او عاوز حلقات معينه عن موضوع معين، ممكن تكتبها في الكومنتات تحت ونعمل عنها حلقات جايه كتير. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.